عشاق اللغويص، لا يطوفكم هذا السناك اللي اخترعته ب8 دقائق وب4 مكونات بس. تعالوا خلنا نعلمكم وصفته. واه هيلو والله بلعوه. اول شيء في القطاعه نقطع البطاطس زي كذا وزي كذا لما تصير معنا بطاطس بهذا الشكل. وبعد ما قطعنا البطاطس صارت معنا زي كذا نغسلها وننقعها بمويه بارده لما نسوي الصوص ونرجع لها. صحن ملعقتين كبيره كاتشب و4 ملاعق مايونيز ونص ملعقه من السكر. يا سكر لا تنسى لك الفول وخل نوصل 2 مليون في اسرع وقت بليز. وبصل مقطع له صغير كمشه صغيره وربع كوب كريمه طبخ. وننزل البهارات رشه من زنجبيل وليمون مطحون فلفل اسود بابريكا كزبره باودر وميكس. وفوق النار طاوه ونحط شويه زيت. وبعد ما احتر الزيت نضيف بصل مقطع له صغير بهذا الشكل وميكس ميكس ميكس لين البصل يتكرمل معانا ثم نطلعه. وكذا البصل صار جاهز معانا. وعلى نفس النار نحط قدر ونعبي ربع القدر بالزيت ونرش ملح على الفرايز وميكس لما يتوزع الملح على كامل الفرايز وننزلها في الزيت. واول ما تصير معنا الفرايز لونها ذهبي نطلعها من الزيت وننشفها بكلينكس. وكذا صارت جاهزه معنا البطاطس نطلعها بصحن زي كذا بايركس ونوزع البطاطس في بقاع البايركس. ونجيب شيتوس حار نار وننزل تشيتوس فوق الفرايز ونوزع فوقهم جبن تشيدر ونرش فوق جبن موزاريلا. وفي القلايه اللي اخذتها من ستيف جلير ايديسون ادخلها لما الجبن يذوب معانا. وبعد ما ذابت معي الجبن بهذا الشكل اضيف الصوص اللي سويته فوق زي كذا زي كذا وننزل بصل الكرملته من فوق بهذا الشكل. وهذه النهايه فرايز اند شيتوس لذيذه وتشهي. اعظم سناك ممكن تسويه مع الموفي او مسلسلك المفضل. لذيذ 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 يا لبيه.